تعال اقول لك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الاصوات لانتاج كتب صوتيه الكترونيه وتبيعها بمئات الدولارات. طيب هنا لو فاكرين قصه القنفذ الشجاع اللي احنا عملناها عن طريق الشات جي بي تي النسخه المجانيه وما بذلناش اي مجهود، احنا بس كتبنا قلنا احنا عايزين قصه اطفال مكونه من 5 صفحات وفعلا كتبها لنا اهي. تمام، هندخل بقى على الاي اي فويس جنريتور اللي هو موقع اسمه 11 لابس اهو. تمام، 11 لابس ده ميزته ان هو بيديك امكانيات قويه جدا، بودكاست بقى، ساوند افكتس، دوبلاج او الدبد فيديو، في حاجات كتيره جدا جدا. ندخل على الفويسز الاول، نختار خامه الصوت، مثلا عندنا كده انثوي او ذكر، وعندك بقى ايه اصوات مختلفه طبقا اللي انت عايزه. تمام، فمثلا يعني هنختار ده، هنقول يوز كده اهو. تمام، نبدا نحط هنا الايه المحتوى اللي عايزينه يتقري بالذكاء الاصطناعي. تمام، طيب بعد ما بيطلع لنا هنا بنقدر كده نصنع او نولد كتاب صوتي اللي هو بنسميه الاوديو بوك. لو رجعت كده ورا هنا هتلاقوا في اول موقع حاجه اسمها الاوديو بوك، ونقدر نبيعه على موقع خمسات او على موقع مستقل. انت لسه قاعد؟ يلا اشتغل.